تواضع. النبي عليه الصلاة والسلام برغم ان هو كان نبي الله وكان حاجة كبيرة وعظيمة، بس كان متواضع جدا، لدرجة ان في واحد ما يعرفوش دخل المسجد عشان يدور عليه وهو النبي قاعد في وسط الصحابة. فبيسألهم بيقول لهم هو فين النبي، يعني من كتر هو ما كانش مميز نفسه او قاعد مثلا على عرش كبير او كرسي كبير، لا كان بيقعد جنب الصحابة عادي في الارض، وكان بيلبس زيه زيهم، وكان متواضع جدا. فالصفة دي لازم نكتسبها من النبي عليه الصلاة والسلام. ايا كان على شأنك او ايا كان وظيفتك او ايا كان انت بنت مين او تكبري على الناس، ايا كان علمك ما ينفعش تتكبري على الناس، لازم تكوني متواضعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اصرار شديد على نشر الاسلام. الصفة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، انت يبقى عندك اصرار شديد على هدفك، يبقى عندك هدف في الحياة خليكي مصرة عليه، ما دام الهدف اللي انت حاطاه ده هدف حلال، وعندك هدف ان انت تنجحي او تدخلي كلية معينة، ذاكري وتعبي شوية عشان تقدري توصلي له. ما تيأسيش، ما تبقيش من الناس اللي بتيأس بسرعة، خلي عندك اصرار على النجاح. وانت ام وعندك اولاد، خلي عندك اصرار ان انت تربي ولادك تربية صالحة، اللي انت ما تخليش ولادك يتأثروا بالفتن اللي حواليهم. للأسف الشديد السوشيال ميديا والنت والعالم اللي احنا داخلين فيه ده بيخلي الولاد ممكن يتعلموا حاجات غلط وبالنسبة لهم تبقى عادي. لا، خلي عندك اصرار اللي انت تغيري اي حاجة هم بيشوفوها او بيتعلموها في المدرسة، لا اللي انت تغيري الحاجات الغلط دي وتقولهم لا ان دي غلط وان دي صح، وان احنا لازم نعمل الصح. وما تيأسيش، الولاد بتتعلم، يعني لما بتكتسب صفة واحدة بتاخد فترة كبيرة جدا عقبال ما تتعلمها، فخليكي صبورة معاهم وخلي عندك اصرار اللي انت تغيريهم للأحسن او اللي انت تربيهم تربية سوية صالحة. اخر حاجة الاحساس بالغير والشعور بالمسؤولية، لازم تكوني بتحسي بغيرك، لازم ما تردوش على نفسك